لو انت لسه بتشتريه جاهز وفري فلوسك وتعالي النهارده هقولك على طريقه سهله وبسيطه ويطلع معاكي مظبوط واحلى كتير من البراندات. وكمان هنعمله من غير فول صويا، وكل مكوناته موجوده عندك في البيت. انا مش محتاجه منك بس غير نص كيلو لحمه، وهتطلع معاكي كميه اللهم بارك هتعجب ولادك وهيطلبوه منك على طول. يلا حطي لايك للفيديو واعملي شير عشان غيرك يستفاد، ويلا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. نبدأ ونسمي الله، وهجيب بقى البولة بتاعتي وهنزل بكمية التوابل اللي انا هحتاجها لكيلو لحم. هنا انا هستخدم معلقة كبيرة بصل باودر، معلقة كبيرة توم باودر، نص معلقة فلفل اسمر، هظبط الملح. هنزل كمان بمعلقتين كبار بقسماط ناعم، معلقة كبيرة كاتشب، هنزل كمان ببيضاية بدرجة حرارة المطبخ، اخر حاجة هنزل بيها كيلو لحمة مفرومة. ممكن تعملي نص كيلو برضه هيطلع معاكي كمية كبيرة، بس انا بحب اعمله واحطه في الفريزر كده من ما الولاد يطلبوه بيبقى موجود عندي جاهز. قلبي بقى اللحمه بتاعتك كويس قوي كده في التوابل وخلطيهم كويس قوي مع بعض. ابدأي كوريها بقى كده كور على قد المكبس بتاعك عشان تسهل عليكي وانت بتكبسيها. هاتي بقى المكبس بتاع الهمبرجر ده بيدي شكل حلو قوي، وكمان بيعجب الولاد اكنه زي الجاهز بالظبط. لو ما عندكيش هاتي غطا اي برطمان يكون متاح عندك واشتغلي بيه، ما تصعبيش حاجه على نفسك. لازم وانتي بتكبسي الهمبرجر بتاعك تحطي كيس كده من فوق وكيس من تحت. الكيس ديت انا مقطعه كيس التلاجة وحطها زي ما انتي شايفه كده. وممكن لو انتي هتشتريها في اكياس بتبقى جاهزه كده للهمبرجر عند اي حد بتاع اكياس، هتطلبي منه الكيس بتاعه الهمبرجر هي موجوده عنده متقطعه جاهزه. ابداي اكبسي بقى الهمبرجر بتاعتك، بتدي شكل حلو قوي في المكبس، وكمان بتطلع المقاس بتاعها مظبوط، كلها نفس المقاس. لو ما عندكيش برضو ما تصعبيش حاجه على نفسك، واستخدمي الغطا البرطمانات بتدي برضو نتيجه كويسه. انا خلصت كل الكميه بتاعتي، هبدا ان انا ادخلها التلاجة ساعه لو انا هستخدمها في نفس اليوم. لو انت مش هتستخدميها في نفس اليوم زي ما هي كده شيليها في الفريزر، اول ما تيجي تستخدميها هتطلعيها كده تسيبيها 10 دقايق جنبك على رخامه تفك وتبداي تستخدميها. انا هسيبها بس النهارده ساعه عشان انا هستخدمها على طول. بما اني بقى احنا قلنا هندلع الولاد واكننا هنعمل لهم اكل جاهز احلى من المطاعم كتير، فجيبي بقى العيش الكايزر ده وابداي اقطعيه كده بالمقص. وهاتي بقى الجريل بتاعك، الطاسه اللي متاح عندك، انزلي بحته زبده صغيره كده مش كبيره، وابداي انزلي بالعيش بتاعك اديله تحميصه بتدي طعم حلو قوي. في نفس الطاسه بتاعتي او في نفس الجريل هبدا انزل بالهمبرجر بتاعي. بصي زي ما انت شايفه في الفيديو، ولا كش ولا فك معايا. عقبال ما البرجر بتاعي يستوي كنت قطعت خيار وطماطم وكابوتشي وفلفل رومي، وحضرت بقى الكاتشب والمايونيز. ده بقى لعبتك زي ما ولادك بيحبوا الساندوتش من جواه محشي ايه، حطي اللي هما بيحبوه. انا كده قلبت البرجر بتاعي وكمان كان بدأ يستوي. اخر حاجه هنزل بيها هي الجبنه الشيدر، هي لما بتسيح بتدي شكل حلو قوي للساندوتش وبتديها كمان طعم مختلف. لو مش عندك ما تصعبيش حاجه على نفسك. بس في خطوه الجبنه دي اول ما تحطي الجبنه هتوطي النار شويه وتغطي الجريل بتاعك. هاتي بقى العيش بتاعك وابدأي رصي زي ما ولادك بيحبوا. البرجر بتاعي استوى وكمان الجبنه بتاعتي كده كانت ساحت. هبدا بقى ان انا احطهم واقفل السندوتشات بتاعتي. ان شاء الله جربوه تعجبكم. عايزه اقول لك طعمه كان تحفه وريحته كانت جباره. لو عجبك الفيديو تنسينيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.